10 مسلسلات رعب مصرية هيرفعوا عندك الأدرينالين. بشكل عام تصنيف الرعب بيعتبر من أقل التصنيفات إنتاجا في الدراما المصرية، ولكن بالرغم من كده في عدد كبير من مسلسلات الرعب المصرية واللي مليانة بالتشويق والإثارة، واللي بتتناول قصص عن الجن والشياطين والأشباح والخوارق والمرضى النفسيين. عشان كده قررنا نجمع لكم النهاردة 10 مسلسلات رعب مصرية جديدة أو قديمة. بس في البداية بنرشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش قبل ما نبدأ تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا. أول مسلسل معانا في القايمة هو مسلسل ما وراء الطبيعة. المسلسل ده من بطولة أحمد أمين ورزان جمال وسما إبراهيم ورشدي الشامي. والمسلسل بيحكي عن قصة رفعت إسماعيل، وده دكتور جامعي بيعيش في فترة الستينيات من القرن اللي فات في وسط حياة مليانة قصص خارقة للطبيعة وأحداث غامضة، وهو اللي بيكافحها بنفسه. المسلسل مقتبس من رواية للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق واللي بتكون بنفس الاسم، والمسلسل ده هو أول إنتاج مصري على منصة نتفليكس، وبنرشحه بشدة لكل اللي بيدور على مسلسلات الرعب المصرية. شفت مين؟ بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وشكلها عفريتة. طب ما أنا كمان بشوف حاجات تانية، بس مش عيني اللي بتشوف، ده اللي بيشوف. وتاني مسلسل معانا هو مسلسل الغرفة 207، والمسلسل ده من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان. والمسلسل بيتكلم عن جمال واللي لسه واخد شغلانة جديدة كموظف استقبال في فندق، بس بسرعة بيسمع إشاعات عن غرفة مخيفة ورقمها 207، وبيتحول هوسه إنه يكتشف الحقيقة اللي ورا الغرفة. والمسلسل ده برضه مقتبس من مجموعة قصصية بنفس الاسم للأديب أحمد خالد توفيق، واللي اتنشرت لأول مرة في عام 2018 ومن إنتاج منصة شاهد. محدش فينا عارف الأوضة دي ايه. في اللي قالوا إنها ملعونة، اللي دخلها وخرج منها من غير ما يشتكي، إنما بقى اللي الأوضة بتختاره ما بيخرجش منها تاني. والمسلسل الثالث معانا هو مسلسل زودياك، والمسلسل من بطولة إنجي أبو زيد وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ومحمد مهران وهند عبد الحكيم. وأحداثه بتحصل في إطار من الرعب والإثارة، وبنتبع من خلالها مجموعة من الأشخاص بيتقتلوا بطريقة بشعة حسب أبراجهم المختلفة نتيجة للعنة فرعونية، وكل برج بيموت صاحبه بطريقة مختلفة عن البرج التاني. والسؤال هنا، هو في طريقة يقدروا يوقفوا بيها اللعنة دي قبل فوات الأوان؟ والمسلسل مبني على رواية حظك اليوم، واللي من تأليف الكاتب المصري أحمد خالد توفيق. المصريين القدماء عندهم اعتقاد إن في ثغرة في الموت. دايرة الدم بدأت. في حد شايفنا وبيبص. أنت مواليد برج إيه؟ والمسلسل الرابع معانا في القايمة هو مسلسل البيت بيتي، والمسلسل ده من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسامي مغاوري وميرنا جميل ونشوى علي. والمسلسل أحداثه بتحصل في إطار كوميدي مرعب، وبتدور حوالين بينو واللي بيرجع للقاهرة علشان يخلص موضوع الورث بتاعه، ولكنه بينصدم لما بيكتشف إن الثروة بتاعته هتجره في مغامرات مرعبة. أوصي أنا عوني باهر الشاذلي وأنا بكامل قواي العقلية بأن يقول لابن الأصغر شوقي قصر طاب شهزاد. هي دي الست اللي كانت راكبه معايا التاكسي دلوقتي، حتى بالاماره كانت لابسه بلوزه. أما بقى خامس مسلسل معانا هو مسلسل أبواب الخوف، والمسلسل ده من بطولة عمرو واكد ورهام أيمن وعمرو عابد ولنا سعيد ورانيا شاهين. والمسلسل بيحكي عن شخصية آدم ياسين، وده بيكون صحفي ومترجم مهتم بقصص مثيرة ومخيفة عن العلاقات بين البشر والعوالم الخفية. وفي كل حلقة بيحاول آدم يكتشف أسرار حادثة مخيفة حصلت في الماضي، وبيلاقي نفسه دايما في مشكلة مع الشرطة بسبب تحقيقاته المستمرة في أسباب الحوادث دي. أنا آدم ياسين، بشتغل مترجم بالقطعة في جريدة الخبر، بشوف حاجات غريبة وكوابيس مزعجة. محدش كان مصدقني لما كتبت الحاجات دي واتنشرت في الجورنال. مع الوقت اكتشفت إن الموضوع مش صدفة، وإن كل حاجة ليها علاقة ببعض. فتحت أبواب كتير وفضلت أدور ورا كل باب عشان أوصل. وقبل ما نروح للمسلسل السادس، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو.
والمسلسل السادس معانا في القايمة هو مسلسل كفر دلهاب، والمسلسل من بطولة يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا وأحمد سعيد عبد الغني وسهر الصايغ. والمسلسل بتدور قصته حوالين دكتور بيروح نجع ملعون، بيكون فيه الستات بيجهضوا لأسباب غريبة ومفيش أي طفل جديد بيتولد، وكمان بتحصل حوادث كتير اللي في النجع وكلها ليها علاقة بالجن والشياطين. والدكتور ده بيتعرف على واحدة من النساء اللي في النجع، واللي بتقول إنها شافت واحدة من الجن وقالت لها إنها عايزة تتخلص من كل أهل النجع. والمسلسل السابع معنا في القايمة هو مسلسل المداح. المسلسل طبعا من بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش وحنان سليمان وخالد سرحان، ومسلسل واحد من أشهر مسلسلات الرعب في الدراما المصرية في السنوات الأخيرة، وصدر منه لحد دلوقتي 4 أجزاء، وبيحكي عن قصة شاب بسيط ومتدين الكل بيحبه واسمه صابر المداح، واللي كان معجب ببنت لكن الشيطان سيطر عليه بسبب ده، وحياته بتاخد مسار جديد ومرعب. مدد يا رب. انت راجل بتاع عمل وشقلباظات. هأذيك. المسلسل الثامن معانا في القايمة هو مسلسل الكبريت الأحمر، والمسلسل ده من بطولة أحمد صلاح السعدني وداليا مصطفى وهاني عادل ورهام حجاج وجليلة محمود. والمسلسل ده بيحكي عن حياة الضابط معتز، واللي بيكون مطلوب منه التحقيق في مجموعة حرايق متكررة بتحصل في حي شعبي من غير أي سبب واضح، وفي خلال التحقيق بيتخانق مع الساحر شمس، وده بيخلي حياته تتقلب للأسوأ. إن كافر ماسك الجهادي ومش عايز يسيبها. لازم اعرف الحريقه دي مين وراها. المسلسل التاسع معانا في القايمة هو مسلسل الزيارة، والمسلسل من بطولة دينا الشربيني وطوق شمعون وكارلا عبود وإيلي مترا وسيرينا الشامي. والمسلسل بيحكي عن إنصاف واللي وصلت من بيروت للقاهرة سنة 1981 في زيارة غير متوقعة، وكان الهدف من الزيارة إن هي تزيل اللعنة عن عيلة آل حداد وتخلصهم من الشر اللي مسيطر عليهم. ولما وصلت بدأت تظهر ظواهر غريبة ومرعبة، والأصعب كمان إنها اكتشفت إن اللعنة دي هي اللي قضت على كل عيلتها. أوقات لازم الإنسان يختار الحل الأنسب لكل شيء بهالوجود. بآمن إن في حاجات ما بنسمعهاش وما بنشوفهاش إلا بإرادة ربنا. والمسلسل العاشر والأخير معنا في القايمة هو مسلسل شقة 6، والمسلسل ده من بطولة روبي وصلاح عبد الله وأحمد حاتم وهاني عادل ومحمود البزاوي. والمسلسل قصته بتحكي عن الصحفية إنجي واللي انتقلت لشقة جديدة، وهناك بتشوف أحداث مخيفة ومرعبة، والأحداث دي بتخليها تدخل في تحقيقات عن جرائم حصلت في الماضي. كنت فاكرة إن موتها هو أكبر حاجة بتواجهني، ما كنتش أعرف إن اللي جاي أكبر بكتير من كل اللي فات. لكل بيت حكاية، وأنا فتحت باب وراه لعنة ملهاش نهاية، وورا كل باب عالم تاني ما نعرفش تفاصيله غير لما نفتحه. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو لسه متابع معايا لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تزور موقع موفيبيديا. سلام.